رضاي مرني. اللي معك جوز كلام، يعني منظر مسلى وهو مربوط على باب القهوة مو حلو، بيهرب الزباين. شو عم بتقول؟ فإذا بتاخده بتربطه بعيد بيكون أحسن. لك على نافوخي من فوق. مع انه حسلا رح ياخد على خاطره، بس كرمال عيونك يا ابو حاتم رح اربط لك يا باخر الحرب. ليش عم تسرقوا لا؟ امي مريضة وابي عاجز، وانا اكبر اخواتي، ليش عم تسرقوا لا؟ وما حدا رضي يشغلني عنده. منين امي وابي واخواتي بدهم ياكلوا يا سيدي، وهن ما لهم حدا يطعميهم رغيف خبز واحد. والله وقعت وما حدا سمع عليك، وعرفت بايد مين وقعت. ان شاء الله ما عدعينا يا سيدي، والله ما عدعينا. اربطوه على السلم لشو؟ ان شاء الله اخواتي بدهم يموتوا من الجوع. شعلوا لي قضيب نار. ان شاء الله ما عدعينا يا سيدي، والله ما عدعينا. رح افرجيك لسعة النار عن حق وحقيقي يا ندل. والله بدهم يموتوا من الجوع. بس بدي اعرف ليش تركت الشغل من عنان؟ هيك احسن خاطر، هيك احسن. لك ليش احسن؟ انا بحب اخذ مصاري بدون ما اشتغل. خاطر فتح لك ولاد وبلا لسانك احسن ما عدمك يا برا لبرا برا انت وياه. شو عم تقول؟ سمعوا ضرب. سمعوا مرت الحارس. لا حول ولا قوة الا بالله على عقلية الولاد. شو صار لك؟ سمعوا مرت الحارس. بس ما تكون الضربة غميقة. مرزوق؟ نعم. بعت لي ورقة. سمعوا مرت الحارس. حاضر. لكن ولد حامل شبرية، بس كل الحق على معلمه ابو بشير. خير شو بقى ابو بشير شيخي؟ ليش تارك شغيلك يحمل شبرية ها؟ وشو